السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله. طبعا وحشتوني جدا. قبل ما ابدأ في اي شيء، النهاردة جاية ارد على كل تساؤلاتكم. بتسألوني كتير عملت ايه في الغسالة وعايزين تطمنوا انا عملت ايه. طبعا انا مش بصور فيديوهات من فترة، مش عارفة اصور بصراحة. ادعولي ربنا يوفقني كده وارجع اصور لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده، دي غسالة قديمة طبعا، برميل عادية خالص من بتاعة زمان، برضو دي كانت بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده هي قديمة والحلة بتاعتها كده متقشرة من جوه، بس بصراحة بتغسل زي الفل. انا كنت ركنتها لما جبت غسالتي يعني اللي اتكسرت. عايزة اقول لكم ان غسالتي اتصلت بشركة الصيانة بتاعتها، والفني جه طبعا ولما شافها اتخض من منظرها. وقال لي ان هي علشان تصلح هتتكلف من 3000 ل 4000 جنيه. فانا طبعا يعني استكترت المبلغ جدا، فقلت له مفيش حل تاني غير التصليح. قال لي ممكن تعملي عرض استبدال، طبعا تجيبي الغسالة دي ونديكي بدلها غسالة جديدة بخصم 15% من السعر الجديد بتاع الغسالة. فطبعا قعدت افكر كتير، وقعدت يعني اشاور انا وزوجي وكده، واشوف ايه هو الحل الاصلح بالنسبة لي. المهم طبعا قلت عرض الاستبدال كويس جدا. طبعا لما هعمل عرض استبدال السعر هيكون مقارب لعرض التصليح وكده، للسعر بتاع التصليح بتاعها يعني. فقلت استبدل واحدة جديدة احسن. المهم فعلشان برضو انتوا عارفين بنوضب وكده والسقف اللي وقع، فالميزانية مش سامحة دلوقتي ان احنا نعمل عرض استبدال. وفي نفس الوقت في حاجات كتير جدا واسباب كتير جدا تخليني ما اجيبش غسالة اوتوماتيك كاملة حاليا. ليه بقى؟ علشان خاطر انا طلعت في الدور الثالث، طبعا المية فيه بتكون ضعيفة. ومحتاجة كمان موتور يرفع المية، وفي نفس الوقت ما كانش في مكان سباكة ليها. كنت محتاجة اجيب سباك يعمل لها مكان، وكان هيبقى في قصة كبيرة جدا كده وتكاليف كتير انا مش حملها دلوقتي. بس كان عندي البديل اهوت. الغسالة دي كنت بغسل عليها طول الفترة اللي فاتت دي، ما بين ما الغسالة انكسرت وما بين النهاردة اللي اشتريت فيها الغسالة الجديدة اللي هوريها لكم. طبعا انا بعمل الفيديو ليه النهارده؟ علشان خاطر اتكلم معاكم كده شويه واقول لكم لما يحصل عندكم اي ظرف طارئ، حاولوا تفكروا وتشوفوا ايه هو الانسب والاصلح بالنسبه لكم. ايه هو الانسب لظروفكم، ايه هو الانسب ل الوقت اللي انتوا يعني بتعيشوه كده. مش عشان مثلا انت اتعودتي على حاجه معينه رفهتك شويه وريحتك مثلا. يعني الغساله الاوتوماتيك ده عايزه اقول لكم ان انا كنت مرتاحه راحه جامده جدا منها. ما كنتش متخيله ان انا هرجع اغسل على الغساله دي تاني خالص، وبجد كنت متضايقه جدا، وخصوصا ان احنا في الشتاء والجو برد وكده. وطبعا هغسل على ميه ساقعه واشطف على ايدي وارجع تاني انشر، والهدوم بتبقى مش مجففه وكده. بصراحه كان بالنسبه لي امر صعب واختبار كبير جدا من ربنا، بس الحمد لله استحملت وكده. المهم قررت ان انا هجيب بقى غسالة جديدة، بس تكون على قد امكانياتي الحالية وفي نفس الوقت تناسب الظروف اللي انا اتحطيت فيها. تعالوا اوريكم الغسالة الجديدة واقول لكم انا جبتها ليه. شكلها كده ونوعها كده. هي دي يا حبايبي الغسالة اللي انا اشتريتها. طبعا زي ما انتم شايفين كده نص اوتوماتيك توشيبا. هي سعتها 7 كيلو. طبعا عايزه اقول لكم ان هي مش هتبقى مريحه قوي بدرجه الاوتوماتيك. ولكن انا اللي خلاني اجيبها هو سبب واحد فقط، وهو وجود مجفف فيها. طبعا هي بحوضين، حوض للغسيل وحوض للتجفيف والشطيف. بس انا مش بشطف فيها لان انا مش بقتنع بالشطف بتاعها. انا بشطف الهدوم بره في طبق كبير كده، طبق بلاستيك، وبعدين ارجع اجفف فيها. هي دي اللي لقيتها مناسبه بالنسبه لي في الظروف الحاليه، اذا كان في السعر او في طبعا زي ما قلت لكم انا ما عنديش ليها صرف حاليا الغساله الاوتوماتيك، ولا عندي موتور يرفع الميه في الدور الثالث لان الميه ضعيفه. انتوا عارفين ان الغسالات الاوتوماتيك حساسه جدا، ولو ما فيش ميه شديده يعني في المكان اللي هي فيه، طبعا الترومبه بتاعتها بتبوظ وبيحصل لها يعني حاجات كتير احنا في غنى عنها. فانا قلت اجيب الغساله دي امشي نفسي بيها. طبعا هي مش هتبقى غساله العمر ولا حاجه، انا ان شاء الله في نيتي ان انا هعمل عرض الاستبدال اللي قلت عليه بس قدام شويه. بس حبيت امشي نفسي بدل ما اقف على التانية دي. ناس كتير ممكن تقول لي طب ليه ما استحملتيش وفضلت تغسلي على الغساله العاديه لحد ما ترجعي مطبخك تاني او تظبطي الدنيا. عايزه اقول لكم ان انا مش عارفه هرجع مطبخي امتى وهرجعه ولا لا، وهفضل في الشقه اللي انا فيها حاليا دلوقتي قد ايه. طبعا ممكن الموضوع يطول، وكان صعب عليا جدا ان انا افضل اغسل على الغساله
العاديه دي، خصوصا طبعا في الشتاء. انتوا عارفين الهدوم ما بتنشفش ولا في يومين ولا في 3 حتى في الجو ده. وعارفين طبعا ان انا معايا اولاد ومحتاجين الغيره يعني تفضل نظيفه على طول وتنشف في وقت اسرع. فكنت محتاجة الغسالة اللي فيها مجفف دي. طبعا هي سعرها عامل 2000 جنيه. عايزة اقول لكم ان الاسعار فظيعة بصراحة، بخصوصا يعني الاجهزة الكهربائية دي. من حوالي 5 سنين كانت الغسالة دي عاملة 1000 جنيه او 900 جنيه تقريبا، فغليت الضعف في المدة دي. المهم انا مش حابة اطول عليكم الفيديو، ولا يعني قصة الفيديو ان انا جبت غسالة جديدة او الكلام ده كله. لا، انا حابة اوصل لكم رسالة، حابة اقول لكم انا اتصرفت ازاي في ازمتي وفي محنتي. ما قلتش لا انا اتعودت على الاوتوماتيك ولازم اجيبها تاني وكده. انا فعلا كان هو ده جوايا، وكنت متضايقة جدا ان انا بعد ما ارتحت خلاص وبقيتش اشيل هم الغسيل هرجع تاني اغسل وابل ايدي في المية الساقعة ايا كان بقى ساقعة او سخنة، وارجع تاني اعصر وكلام من ده. انا تعايشت مع الموقف يا جماعه، والحمد لله بفضل الله راضيه. عايزه اقول لكم ما تبصوش للجانب السلبي اللي في حياتكم، بصوا للجانب الايجابي. لو انتوا مثلا كان عندكم حاجه معينه او ربنا انعم عليكم بحاجه معينه وخدها، طبعا هو بيدينا في الوقت اللي هو يحبه وياخد مننا برضو في الوقت اللي هو يحبه، اللهم لا اعتراض. لازم نرضى في كل الاحوال علشان ربنا يزيدنا من فضله ومن نعيمه. انا الحمد لله رضيت بالوضع الحالي وهشتغل عليها، هي مش وحشه ولا حاجه، الحمد لله كويسه. وطبعا غسلت عليها ومريحاني جدا. وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمني قدام واجيب الاوتوماتيك تاني. اكون بقى ظبطت لها سباكه، ظبطت موتور يرفع الميه، وظبطت لها الدنيا. فاتمنى تكون رسالته وصلت، واتمنى الهدف من الفيديو ده يكون وصل، ان انتوا تتعايشوا مع حياتكم. اي ظرف طارئ يحصل لكم لا قدر الله لازم تتعايشوا معاه، الدنيا مش هتقف على كده. الحمد لله بفضل الله اتكسر غسالة، لسه عندي حاجات كتير ونعم كتير بحمد ربنا عليها. ومش مهم الغسالة خالص، رغم ان انا فعلا برضو زعلانة عليها، بس مش مهم لما ابص يعني لكل النعم اللي ربنا مديها لي بحمد ربنا واقول الف حمد والف شكر ليك يا رب. ادعوا لي حبايبي ان انا اصور لكم فيديوهات الفتره الجايه، لان والله من قله ان انا مش بصور فيديوهات نفسيتي متضايقه جدا. ادعوا لي ربنا يقدرني ويقويني في الفتره الجايه اشتغل هنا في القناه، وكمان في قناه الطيور، قناه انا وطيوري. وكنت عايزه اقول لكم برضو وحشتوني جدا، واتمنى انا كمان اكون وحشاكم زي ما انتوا وحشتوني. وان شاء الله باذن الله اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.